طبعا انتوا شفتوا الفيديو اللي فات بتاع الفرخه اللي كانت راقده عندي، وخدنا الكتاكيت بتاعتها واستقبلناها مع بعض ازاي. طيب الفرخه لسه راقده وانا عايزه احط كمان شويه بيض محترمين كده علشان ترقد عليهم. طبعا انا ما خدتش الفرخه مع الكتاكيت، انا سبت الفرخه راقده زي ما هي وخدت الكتاكيت بس. ليه؟ عشان الفرخه لو قامت مش هترقد تاني، انما لما تسيبيها راقده كده لو على بيضه واحده، حتى انا سبت بيضه واحده تحتها وجمعت لها شويه بيض تانيين وهحطهم لها وهسيبها ترقد عليهم تاني. جبت شويه تبن نضاف كده هم اتفرشتهم في البتاع اللي كانت راقده فيها علشان تبقى الفرشه بتاعتها جديده، وحوشت شويه البيضه هم وهحطهم تحتها ترقد عليهم دوره تانية علشان يطلعوا معانا برضو شويه كتاكيت حلوين كده لما يطلع لنا الخير من البيت، احسن ما نشتريه. الفراخ غاليه والبط غالي. اما يكون عندك فرخه عايزه ترقد، لما يكون عندك بطه عايزه ترقد، رقديها ما تسيبهاش لانها خساره. احنا بنشتري البط غالي وبنشتري الفراخ غاليه، يبقى لما يبقى عندنا كنز زي ده في البيت ما نسيبهوش وما نسيبش الفرصه تضيع مننا، نستغلها. انا برقد البط بتاعي ما شاء الله في البيت وبصوره معاكم، والفرخه برضو لما لقيتها عايزه ترقد رقدتها معاكم زي ما انتم شايفين اهو. وحتى لو طلعت لي، لو ما طلعتش الكميه دي كلها، لو طلعت منها لو انا حاطه 20 وطلعت 15 حلوين، لو انا حاطه 15 وطلعت 10، حتى لو طلعت 5 حلوين زي الفرن، خير ورزق من ربنا. المهم تستغل الفرصة وتعملي الحاجة في بيتك، ما تجيبهاش من بره. انا رصت لها البيض زي ما انتم شايفين اهو، وهي هتيجي ترقد عليه. انا شلتها بالعافية، طلعتها تاكل وتشرب على ما اظبط لها الدنيا، وهي هتيجي ترقد عليه مفيش مشكلة خالص. وهصورها لكم برضو هي راقدة عليه، وان شاء الله برضو هنصوره لما تطلعه بإذن الله.